هسه والله دوختني يا بيبا، بدي اسمع منك كلمه سالفه. حاط التليفون وقاعد وتفرج. بيبا ايلول وين؟ يا غير من المدرس تقرا. يا ايش بيك؟ هذا من له اياها؟ طبعا يمه، هذا يا هو. يا تعال يمه، تعزيت وسخمت يمه، شهرت يمه. وين كنتي؟ يم المدرسة. كتبك وين؟ يم المدرسة، شو ما احتاج شنو؟ وهذا منو؟ بيبا انا احبه ويحبني ويريد يخطبني. مو ما تحكين وياها، يريد يخطبك مو؟ خابرين قدامي هسه يلا. خليه يجي يخطبك. الو. الو منو؟ انا ايلول. الو حبيبتي، شلونك؟ اقول لك اهلي شافوا المنشور مالتك انا وياك الصور. وتعال اخطبني ترى حيقتلوني. شنو بابا، انا غير قايلك بعد سنتين 3 سنين ما افكر بالزواج. شفت بيبي وانت ثاقه بيها خلتها تطلع واحد معو فيها، انا اعرف شلون اغسل عامل. قومي امشي قدامي. واقف بابا، انت ما فكرت ايش تفكير وتريد تقتل اختك؟ فكرت بالقانون شو راح يعاقبك؟ راح تقضي حياتك كلها بالسجن. عوف هاي على صفحه، اذا تعوفها راح تاكل وجهك العالم، واذا قتلتها راح يكتبون بالتعليقات ماتت اخوها راد يتحارش بيها، او ابوها يتحارش بيها، او حبت تطلع بشغل هي ما حابه. قبل كل شيء حكم عقلك قبل ما تفكر تقتل، ماشي؟ واترك التعليق لكم. اذا كانت بدكم هيك تسوي، شنو اللي راح يكون ردك؟ اذا كنت شخص كبير او شيخ او شخص كبير بالدوله او كنت قاضي، تحياتي لكم، اتمنىكم توصل الرساله. شنو راح يكون ردك بهاي الامور؟ والشخص ما متهيئ للزواج او ما عنده شغل، هل راح تطي بنتك؟ راح تقول زوجوهم. اذا هو ما قادر يفتح بيت، تطي بنتك بتهلكه؟ تحياتي لكم واتمنى من عندكم الرد، واترك التعليق لكم. في امان الله، انتهت القصه.